هذه هي الكيكه اللي توجديها في صباح العيد بحجم عائلي، اقتصاديه، كتجي هشيشه طالعه، زوينه بزاف، مذاق ديال الحامض كتجي ولا اروع. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش من قبل تخليو لي معكم واحد لايك للتشجيع. الله يجازيكم بالخير. على بركه الله غادي ناخذ هنايا واحد البول، غادي ندير فيه 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ، غادي نزيد عليهم فاني، واحد رشيشه ديال الملحه، كاس كبير ديال السكر سنيده، وغادي نبدا نطرب هنايا بالباطور. ممكن ديروا كلشي في الخلاط الكهربائي ولا تخدموا بيديكم، الاساس هو السنيده والبيض يتخلطوا لكم مزيان ويضاعف الحجم ديالهم باش كتجي ديك الكيكه مفشفشه وما فيهاش نهائيا الريحه ديال البيض. صافي غادي نبدا نخلط مزيان حتى يضاعف لي الحجم ديال هذا البيض، والخليط يولي اللون ديالو بيض كيف ما غتشوفوا. صافي من بعد غادي نحبس، غادي نزيد هنايا واحد الياغورت بالنكهه ديال الموز كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. غادي نبدا نطرب ونبقى نضيف في الزيت داك الكاس ديال دانون هو اللي عمرته بالزيت، نبقى نطرب ونبقى نضيف داك الزيت خطيت شويه بشويه حتى نسالي داك الكاس. كاضافه كنضيف هنايا قطرات ديال الروح ديال الحامض، كتعطي واحد المذاق مركز لهاد الكيكه، كتجي فيها نسمه الحامض زوينه بزاف. وزدت تما قشور ديال الحامض اللي كنت وجدتهم من قبل ديال المركز ديال الحامض اللي كيبقاو ليا، فكنستعملهم بزاف في الكيكه ولا اي وصفه بغيت فيها المذاق د الحامض. صافي غادي نزيد هنايا الدقيق اللي الدقيق يكون ديما عندي انا مغربل من قبل، جوج ديال الخميرات حمرين. في هذا الاثناء الفران عندي شاعل، انا كندخليه على فران اللي كيكون سخون ولكن العافيه كتكون مهيله. صافي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. الخليط ما خصوش يكون قاصح، ما خصوش يكون خفيف باش تجيكم القوام ديالها مفشفشه. صافي من بعد غادي ناخذ المول، اي مول كيعجبكم، غندهنو بشويه ديال الزبده ولا الزيت اللي يعجبكم وشويه ديال الدقيق، وصافي غادي ندير الخليط في المول. انا صراحه كتعجبني نديرها في هذا المول هذا، كتجيني هذه هي الكيكه. المهم الشكل ديالها هذه اللي كتعجبني، وكل واحد وكيدير فاش ما بغى. غادي نضيف لها هنايا شويه ديال الكاكاو، خليت غير واحد الكميه قليله ضفت له الكاكاو، وباش ما يجيناش الخليط ثقيل لان كتعرفوا ان الكاكاو كيعقد، فغادي نضيف هنا غير تقريبا واحد المعلقه كبيره ولا جوج ديال الحليب باش نخفف داك الخليط. وصافي غادي ندير داك الخليط ديال الشكلاط من الوسط بهذه الطريقه هذه، ونحاول نقاد الوجه ديالو واحد شويه غير باش الشكل ديالها ما يبقاش هكاك مخربق. صافي غادي ندخلها الفران طيب ونتلاقاو من بعد. من بعد ما طابت لينا الكيكه فهذا هو الشكل ديالها، كتجي ولا اروع. النسمه ديال الحامض فيها كتجي عاطيه، سهله كيف شفتوا معايا، اقتصاديه دغيا كتوجد. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكان الا بغيتو تزينوها فممكن تزينوها بالشكلاط ولا بالمربى، المهم كل واحد يزينها باش ما بغى. انا كتعجبني نخليها غير هكا، التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. ما نطولش عليكم، دابا نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم.